السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله البطاطس بالكبدة اللي هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا ومبسطة بجد، وان شاء الله هتنول اعجابك، روعة بجد. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني منوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا اشتراك فضلا وليس امرا. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ بجد شكلها تحفة وطعمها كمان روعة. يا ريت تجربوا الوصفة دي بجد حلوة قوي، ان شاء الله هتعجب اولادك كمان. روعة روعة روعة. يلا بينا على الوصفة عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدأ الوصفة حبايبي كده نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا كده معايا 5 حبات من البطاطس، بس عايزه تزودي الكميه تكتري الكميه براحتك خالص. ودي حوالي كيلو كبده ومقطعه برضو فراخ كده عليه، قطع فراخ برضو اهي. انا مقطعه الكبده كده قطع صغيره هي والفراخ. عندك كبده بس حطي، عندك فراخ بس ممكن تحطي حته برضو، مش اي مشكله. انا بدل ما اسلقها بقطعها مربعات كده واحط عليها بعد ما اعمل الكبده. طبعا بنعمل الكبده الاول، هوريكم ازاي في الفيديو هنعمل ازاي. ان شاء الله هتنول اعجابك قوي. الوصفه دي حلوه قوي قوي، ان شاء الله ولادك كمان هيحبوها. لو حتى برضو عندك مثلا حته فراخ بايته من امبارح كبده، ممكن برضو تقطعي لها البصله كده وتحطيها فوق البطاطس، بيبقى طعمها تحفه. انا طبعا هنقع الكبده شويه واقطع البطاطس مكعبات كده او اي شكل انت عايزاه. والبصل طبعا اقطع بصلتين. وهنشوف ازاي هنعملها مع بعض. انا هقطع بقى البطاطس والبصل وارجع لكم تاني كده يا حبيبي. زي ما انتم شايفين انا قطعت البصله كده بصلتين قطع صغيره، وقطعت قرنين شطه حاميين وقرن فلفل. انت مش حابه تحطي قرون شطه حاميه ما فيش اي مشكله، حطي قرن فلفل، قرنين فلفل وخلاص. يبقى انا حاطه قرنين شطه وقرن فلفل والبصلتين، وهحط عليهم الكبده. ودي البطاطس قطعتها قطع كده زي ما انتم شايفين. طبعا انت قطعي القطع اللي انت عايزاها اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، قطعيها بالشكل اللي انت عاوزاه. لحظه واحده. دي الكبده انا غسلتها كده وصفيتها، هحطها على البصل وارفعها على النار كده يا حبايبي اهو. بعد ما شوحت البصله شويه هي والفلفل، نزلت عليها بالكبده تمام، وحطيت شويه زيت. ودي معلقه فلفل معلقه كمون. لو عايزه تحطي شطه حطي، مفيش اي مشكله. كمان حاطه شطه حاميه فما حطيتش تاني فلفل، فما حطيتش تاني شطه. هقلبها كويس. نسيت يا حبايبي قبل ما اسك معاكم احط الملح، انا نسيت الملح اصلا. هتحطي الملح طبعا حسب الحدق، تدوقي الحدق بتاعها وتشوفيها يعني هتوزن معاكي قد ايه. تمام. وزودتها شويه ميه كده صغيرين برضو عشان ايه ما تشطش منك، وهدي عليها. تمام. انا هسيبها بقى لغايه ما تستوي وارجع لكم تاني. كده الكبده بعد ما استوت بقى هبتدي احط على البطاطس اهي. اول ما الكبده كده تخش على السوا يبقى فيها حاجه بسيطه كده استوت، يعني مش نيه قوي، حاجه بسيطه قوي يعني خلاص هتستوي. هتاخد سوا مع بعض بقى اهو زي ما هحطها كلها اهو يا حبايبي. انا كده بقلبها في بعضها تمام. انا عندي شويه شوربه كده هحط عليها، ما عندكيش شوربه حطي ميه مفيش اي مشكله اهو يا حبايبي. انا حطيت كده شويه شوربه فيها اهو. طبعا هنسيبها بقى، احط كمان شويه شوربه اهو، وهنسيبهم بقى يستووا في بعض كده. واول ما يستووا هرجع لكم تاني عشان اوريها لكم كده يا حبايبي. بعد ما استوت انا كده فضيت في الطبق عشان اوريكم. بصوا تحفه بجد وطعمها بجد روعه. وبصوا استوت سواها حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده اهي، حلوه قوي قوي بجد والله، طعمها جامد. الكبده كمان بصوا اهي. انا باكل بقى بدوق لكم بصوا الكبده كمان انت عايزه يعني تكبريها عن كده القطع براحتك خالص. انا بحبها صغيره كده. اما يعني ما بكون مش عارفه اعمل اكله ايه، فبعمل دي بالنسبه لي سهله جدا، بعملها بسرعه. وبعمل جنبها سلطه او مخلل، طبعا يريحك اعمليه. ممكن تقطعي طماطم بس شرايح كده او مخلل براحتك خالص، اللي انت عايزه تاكليه جنبها براحتك. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الوصفه دي؟ بجد روعه، طعمها بجد تحفه. هي طبعا مشطشطه حلوه قوي، انا بحبها كده مشطشطه روعه. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه ثانيه اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.